السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بفيديو جديد، وصفة جديدة على قناتي حلو وحادق مع خديجة. النهاردة ان شاء الله هنعمل الممبار. مين عشاق الممبار ينزلوا يكتبوا لي تحت في الكومنتات. النهاردة ان شاء الله جاي اشارك معاكم طريقتي المعتمدة دايما في اعمال الممبار، ما بحبش اغيرها. حبيت ان انا اشاركها معاكم. هيطلع معاكم جميل جدا ولذيذ، والطعم حكاية، والرز كمان مفلفل. ويلا بينا نشوف مقاديرنا ونشوف تركاتنا في عمايل الممبار. بصوا بصوا جميل ازاي، ومفلفل الرز وحاجة اخر طعومة. يلا بينا نشوف المقادير. اول حاجة عندي كيلو وربع من الممبار. طبعا قبل ما يتنضف انا اشتريت كيلو وربع من الممبار. هنا انا غسلته ونضفته ونقعته، وده كده كان في المية بيتشطف. عندنا بقى نعمل الخلطة. انا كده رحت وديته يتصفى ونشوف مع بعض مكونات الخلطة. عندي 3 اكواب من الرز، و بصلتين كبار، بصلتين كبار الحجم. وكمان هنحط 3 طماطمات، يعني طماطمية تبقى متوسطة كده، قطعت 3 طماطمات. تمام. عندي كمان حبيتين من الفلفل البارد، ولزوم الشطشطة حطينا قرن الفلفل الحراق دوت مدي للممبار بتاعنا سنة حرقية بسيطة جدا. عندي كمان حزمة من الشبت، وكمان حزمة من البقدونس، وكمان عندنا حزمة كزبرة. كده احنا خلصنا الخضار بتاعنا. نبدأ بقى في التوابل. عندي معلقتين كبار من الملح، معلقة او معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة فلفل اسود، وعندي كمان معلقة صغيرة بهارات مشكلة، معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة بابريكا. الملح على حسب احساسك، شوفي انتي يعني على حسب حدوقية الحاجة بالنسبة لك حطي ملح. وعندي كمان اللي هيساعد ان الرز يبقى مفلفل جدا، و ان هو ما يبقاش معجن كده. اول تركية ان احنا هنحط حوالي 3 معالق من الزيت. وانا عايزاكي تركزي وتشوفي انا بعمل ايه. انا بعجن المكونات مع الرز. بعمل ايه؟ بمسك كده المكونات بدعكها كويس قوي مع الرز. طب ليه يا خديجة بتعملي كده؟ انا بعمل الحركة دي علشان البصل يطلع ميته، والطماطم تطلع ميتها، والفلفل والخضار وكل الحاجات تشرب من طعم بعض، وكمان التوابل يبقوا متبلين كويس جدا. كده انا دعكتهم في بعض كويس قوي، وركنت الخلطة بتاعتي على جنب. وهنا بقى جبنا الممبار بعد ما اتصفى. ده كده الممبار انا قلباه، ده كده الظهر بتاعه، وده الوش. نعرف ان ده الوش ازاي؟ من الظهر الوش عليه دهن، اما الظهر املس. فطبعا هو كان مقلوب علشان كان بيتنضف، وانا عدلت دولت عشان اوريكم انا بقلبه ازاي. اهو بظهر المعلقة وبعمل الحركة دي. الممبار كده اتقلب معايا. تقدري ان انت تحشيه على وشه، تحشيه على ظهره، على حسب ما تحبي. لو حابة ان هو يبقى دسم والدسامة بتاعته تنزل في الرز، احشيه على وشه، يعني زي ما انا هعمل كده. الدهن بتاعه يبقى جوه مع الخلطة فهيخليه دسم شوية. حابة ان انت تقللي من دسمته، نبدأ ان احنا نحشيه ويكون بشكله الطبيعي، يعني نقلبه وننضفه ونرجع نعدله تاني عشان الدسم بتاعه دوت ينزل في الشوربة. تمام. دي بقى طريقة بتاعت حشي الممبار. انا كده انا جبت الرز وحطيت فوهة الممبار على صوابعي كده تنتها، وابتديت ان انا احشيها. دي اول طريقة لحشوة الممبار. تمام. نيجي بقى لطريقة تانية طبعا كلنا عارفينها، ان احنا نفتح الممبار بصباعنا دول، ونبتدي ان احنا ننزل الرز والخلطة جوه الممبار. طبعا دوت ممبار بقري او جاموسي، انما الممبار الضاني مش هنعرف نحشيه غير بالقمع، لانه بيكون رفيع شوية. ان شاء الله هبقى اعمله معاكم في فيديو
تاني. وهعمل معاكم فيديو كمان ان شاء الله اوريكم فيه طريقتي بالظبط في تنظيف الممبار. تمام، لو وصلتي معايا لحد النقطة ديت ياريت تكتبي لي كومنت حلو، وتعملي لايك للفيديو، وتشتركي معايا في القناة، وان شاء الله وتاخدي كمان لفة في القناة تعجبك ان شاء الله. واكتبوا لي لو في وصفات عايزين ان انا اشاركها معاكم، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. ده كده اخر صباع انا هحشيه معاكم اهو. يا رب تكون الطريقة واضحة. لو في اي استفسار على اي حاجة اكتبي لي في الكومنتات وانا هرد عليك ان شاء الله. انا عايزاكم بجد تجربوا الخلطة دي، جبارة جبارة، وطعمها حكاية بجد. يعني دي الطريقة اصلا الاصلية بتاعة المصامت، وخفيفة جدا جدا جدا. يعني انسي بقى حوار انك تسبكي وتعملي خلطة لا، اعمليها كده ني في ني بجد. روعة روعة روعة. لو ما جربتيش الطريقة دي قبل كده جربيها، وتعالي اكتبيلي في الكومنتات قولي ايه رأيك فيها. هنا كان عبال ما حشيته كنت حاطه حله على النار فيها ميه. هي خلاص كانت يعتبر سخنت جدا وقربت تغلي او بدايه غليانها. ابتديت ان انا انزل فيها بالمنبار بتاعي. ومهم جدا الميه تبقى سخنه قوي، وتكون خلاص هي يا اما بتغلي اوريدي او في بدايه الغليان، علشان اول ما انزل فيها بالمنبار يبدأ ان هو يقفل على بعضه وما يخرجش الرز بره في الشوربة. تمام، بالشكل دوت كده. كمان خطوة مهمة جدا ان احنا نسلق الممبار بتاعنا في حلة تكون كبيرة جدا، تكون اكبر من كمية الممبار بتاعتنا بكتير، علشان يبقى واخد براحه جوه الحلة وما يبقاش مزنق في بعضه ويفرقع. دي تركية مهمة جدا برضو في عمايل الممبار للناس اللي بيفرقع معاهم. لو عملتيه في حلة كبيرة مش هيفرقع معاكي ابدا. كده انا نزلت بالكمية بتاعتي كلها. طبعا على ما نزلت بيها كان المية هديت. طبعا النار لسه عالية زي ما هي، في اي ريمة طلعت على الوش بنبتدي ان احنا نشيلها، مفيش اي مشكلة. هحط ايه بقى في الشوربة بتاعتي او في المية بتاعت الممبار؟ هحط 3 فصوص من الحبهان، 3 ورقات لورا، 3 من الكوبيبة الصيني. بصوا اول ما نزل عشان ميه سخنه قفل على بعضه ازاي، وهو ده المطلوب. كده مش هيطلع رز في الشوربه، ولو طلع هيبقى حاجه بسيطه. هنا كنت سبته يغلي معايا شويه. نزلت بيه طماطمايه مقطعوها كده، شقتها بالسكينه 4/4 ونزلتها في الشوربه. وكمان معايا مكعب من مرقه الدجاج. طبعا انا مش هحط الملح بتاعي دلوقتي، انا هحطه قرب لما لما يستوي. يعني اول ما احس ان هو استوى او قرب يستوي هحط الملح، علشان آه، ما ي... آه، ما يقللش ما يبطئش عملية السوا. انا حطيت كمان معلقة كبيرة من السكر علشان يسرع معايا عملية التسوية. كده بعد مرور ساعة وربع، حوالي ساعة وربع على الممبار، انا طبعا غطيت عليه الاول وسبته ان هو يغلي، وبعدين هديت عليه النار وسبته يستوي مع نفسه حوالي ساعة. من ساعة لساعة وربع ببدأ ان انا اتابع معاه. تمام، كده انا خلاص طلعت الصباع دوت قدامكم، ولقيت الرز استوى والشوكة بتدخل بسهولة في الجلدة بتاعة الممبار. يبقى هو كده خلاص بالنسبة لي استوى. بخرجه من الشوربة على طول، ما سيبهوش جواها. ودي التركية التانية اللي هتخلي الممبار بتاعنا مفلفل. على نار عالية حلة حطيت فيها زيت وسبتها تسخن كويس، ونزلت فيها بالممبار. انا قصده احمره في الحله، علشان الممبار من الحاجات اللي بتعمل طرطشه جامده جدا في المطبخ، وممكن يفرقع، او الرز اللي بينزل منه كمان بيعمل فرقعه في فانا حبيت ان انا احمره في الحله علشان يبقى الجدار بتاعها عالي ما يبهدلش معايا الدنيا. اهو ده كده الممبار وهو بيتحمر. انا كده اول ما خد لون من تحت قلبته على الوش التاني.
انا مش قادره اقول لكم بجد الريحه والطعم ساعتها كانوا عاملين ازاي. يعني الشكل جبار والريحه حكايه يعني. اتمنى بجد تجربوا الوصفه دي، ان شاء الله هتعجبكم. لو لسه محطيش لايك يلا بسرعه روحي حطي اللايك. كده انا قليت اول طاسه. مهمة جدا برضو الخطوة دي، ان احنا بعد كل طاسة والتانية بمصفى صغيرة نشيل اي حاجة وقعت في الزيت علشان ما تتحرقش وتعمل معانا دخان وبهدل الدنيا. اهو نشيل اي حاجة وقعت، نحاول على قد ما نقدر. بعد كده نزلت معاكم بالطاسة التانية. حاجة في منتهى الجمال. اهم حاجة النار تبقى يعني ما نسيبهاش عالية. كل ما نحس ان النار بقت عالية قوي نبتدي ان احنا نهدي شوية ونتابع النار علشان ما يتحرقش معانا. احنا مش عايزينه يتحرق، احنا عايزينه ياخد اللون الذهبي الجميل اللي احنا شايفينه ده. فنتابع النار ما بين ان احنا بنعلي وبنهدي. كل ما نحس ان الزيت هدي قوي هعلي النار شوية، اول ما نحس ان هو ساخن نبتدي نهدي شوية. تمام. اتمنى ان شاء الله الطريقه دي تكون عجبتكم وتكون سهله وبسيطه. بجد لما تجربي الطريقه دي هتنسي التسبيك وهتنسي يعني هتنسي الطرق التانية بتاعه الممبار، وهتعتمدي الطريقه دي طريقتي اللي استحاله اغيرها. معتمداها دايما واخداها عن امي وجدتي. فبجد هي طريقه فظيعه. كده ده شكل الممبار بتاعي بعد ما خلص. اتمنى يكون الفيديو يكون خفيف عليكم ويكون عجبكم. وديت الشوربة بتاعة الممبار للناس اللي بتحب تشربها. يلا بقى اكتبي لي تحت في التعليقات انتي بتحبي تاكلي الممبار ولا لا. ولو مش بتحبيه صدقيني بعد الطريقة دي يعني هتدمنيه، مش هتحبيه بس هتدمنيه. الله الله على الجمال. شايفين حلو خالص ازاي. والرز جوه كل رزاية، يعني كل رزاية كده كل واحدة بوحدتها، يعني مفلفل بطريقة جميلة وفي سنة شطشطة كده. الله خطير بجد خطير. ان شاء الله استنوني بقى في وصفات تانية كتير. بس عشان تشجعوني لازم تتفاعلوا معايا ومع الفيديوهات وتشاركوا الفيديو مع زمايلكم علشان يستفادوا، علشان قناتي تكبر بيكم. اشوفكم في فيديو جديد ومع الف مليون سلامة.